كل التمثيل الذي يظهر فيه الصحابة أو أحيانا تظهر فيه بعض الأنبياء أو يظهر فيه تحت أي معنى من المعاني، كل أولئك الذين يظهرون ذلك نزلوا من درجة الالتزام العالي بالفتوى الشرعي في هذه المسألة إلى مستوى التجارة، مستوى رغبة الناس والبيع والشراء للأسف. وهذه ظاهرة لا تمثل سمو في أمة محمد، لأنها جاءت في آخر الزمان، ولأنها جاءت بنموذج من علماء المبررات والمغالطة، والصورة الممثلة لأي من الصحابة للأسف أنها تؤدي إلى خطورة أخرى تسمى الخطورة التربوية البعيدة، لأن الذي مثلها ليس مسلم. إذا معنى ذلك أنه بالإمكان أي غربي أي مسيحي يمثلنا الإسلام والمسلمين، لأن هذا بيسموه إسلام تمثيل، إسلام مجرد، ما هو إسلام حقيقة. إذن فبالإمكان أن يوجد جيل يعجب بالشخصية وبعد ذلك يعرف أنه مسيحي يراه في فيلم آخر يشرب الخمر، هذا يأثر نفسيا على الأجيال. طيب أنت الآن لما تقول ما رأيك في هذا المسلسل، سألني ما رأيك في هذا القناة، إيه فيها؟ إذا رأيت عمر بن الخطاب كم ترى من النساء العاريات وقلة الحياة والأفلام التركية والأفلام مدري إيه والأفلام العربية والأفلام والنجوم ومن يسمون، كم ترى من الفساد. إذن ماذا في هذه الأجهزة؟ ماذا في هذه الأجهزة؟ هذه الأجهزة بلاء مركب، ولأنهم يرون أن المسلمين يرغبون في أن يشهدون شيء عن دينهم وعن أمتهم، جاءوا لهم بنفس الفكرة على نفس المستوى على نفس العقول المركبة، قالوا ما دام قد رأوا كل الحرام ورأوا كل الصور، هاتوا لهم شيء مما يعلقهم بعمر بن الخطاب بالطريقة التي نحن نراها ومدفوع عليها الملايين والمليارات، وفيها أكثر من مشهد ليس صحيحا، لا يمثل عمر ولا يمثل نسائهم تلك النساء ولا يمثلوا تلك الحالة، بل حتى الديكور المعروض لا علاقة له بتلك المرحلة. لكن الناس استهانت بالنار واستهانت بالآخرة واستهانت بالقيم واستهانت بالآداب وعظمت الدنيا، فيريد أن يحقق في الدنيا مطلب ولو يكون يدخل جهنم. لماذا؟ لسوء التربية، لأنه ما نعد نسمع أهل الله، ما نعد نسمع الصالحين، ما نعد نسمع أولئك الذين يخافون من الله بالليل والنهار. الآن كثير من النساء ما كانوا يعرفون حتى إيه الخمر، الآن يقدموها في المسلسلات العربية، ترى الخمر موجود ويشربونه ويتكلمون ممثلين ينتمون لبلاد المسلمين، هذا من بلاد الفلاني وهذا من بلد الفلاني، ويشربون الخمر ويعاقرون وهي حرام، ويرونها الناس ويرونها ونساء يجلسن لا علاقة لهن بالرجل لا من الأرحام ولا من الأصهار. وإلى أين صارت الناس في مجتمع مخيف أخبر النبي فيه عن الصورة وعن أثرها أنها تؤدي إلى المسخ في مجتمعات الأمة المحمدية. هذه المرحلة مرحلة تجارية وعصر ترويج للأفكار الشيطانية التي لا يستطيع الإنسان أن يقول فيها إلا شيء واحد: اللهم إن هذا منكر فأزله، اللهم إن هذا منكر فأزله، اللهم إن هذا منكر فأزله.